زياش انا في نظر ديالي كيستحق المنتخب لان بلاصتو باقا كاينه وباقي حتى شي واحد ما يقدر يعوضها. لا دياز ولا اخوماج ولا الزلزولي انا الثلاثه هما اللي كنعقل عليهم مزيان: داودي وبصير وزياش. ورجعوا عيطوا الرجوع ملي في السن ديال 42 سنه من بعد الاعتزال. تصوروا 42 سنه. واش كنقول لكم اللي كويري راه كويري، ومشى معهم كاس العالم ديال 94 وسجل في كاس العالم ضد التاكناوتي اللي كان كيلعب معاهم العام اللي فات. المهم انا كنسجل وكنتفرج في اللقاء ديال الجيش الملكي مع المغرب فاسي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم من جديد في فيديو جديد بعد غياب طويل وطويل. يعني ربما يمكن أكثر من عام، كنظن أكثر من عام ما درتش شي فيديو بالطريقة اللي كنتكلم فيها مباشرة بهذا الشكل. المهم السبب اللي خلاني ندير هذا الفيديو هو أول واحد النقاش كبير اللي داير في الساحة الوطنية خصوصا كرة القدم، المنتخب الوطني وبعض اللاعبين. وهي بمناسبة لأن مدة ما هضرت في الكرة. النقاش اللي داير حاليا واللي فيما نفتح التلفازة نشوف القنوات ولا في اليوتيوب ولا في مواقع التواصل، زياش والعودة ديالو للمنتخب. علاش ما رجعش؟ كاين واحد الفئة عريضة وكنظن هي الأغلبية كطالب بالعودة ديال زياش، وواحد الفئة يعني هذه ديما ضد زياش سواء كيلعب ولا ما كيلعبش، سواء كان متألق ولا ما متألقش، يعني من بكري ويمكن معروفين والأسباب ديالهم باينة. ما فهمتش، أنا فاهم ماشي ما فهمتش، كيما فهمتهمش هما علاش كيديروا هاد العصافر الرويضة بالنسبة لزياش. مدة طويلة ما لعبش مع المنتخب. هاد العودة ديالو والاختيار ديالو باش يلعب في المملكة المغربية وبالضبط في فريق وداد الأمة، الاختيار اللي كنعتبره أكثر من موفق ورائع. لأن علاش؟ هاد زياش راه مرضي الوالدين، هادي بلا جدال فيها. كان من المدة الفترة اللي التحق بها في المنتخب الوطني المغربي في عهد الزاكي في 2015. كان المنتخب يعني هزائم، إقصاءات، يعني ما كانش في ذاك التوهج ديالو، ما كانش في ذاك المستوى اللي نقولوا عليه منتخب مع المنتخب، عكس المنتخب الهولندي. وهي ولكن القصة راكم عارفينها. اختار المنتخب، هضر مع الزاكي، اختار المنتخب المغربي وجا. وكاين واحد الحوار شهير ديالو قال له واش كاين شي واحد كيفرط فمو، اختار المغرب. وفاش جا المغرب وقع واحد التطور لا مع الزاكي، ومن بعد مشى الزاكي وجات داك السلسله ديال المدربين ديالها مرضي الوالدين. صدق تأهل كأس العالم 2018 في روسيا وما تأهلاتش هولندا، اللي كانوا كيقول لهم هولندا احسن من المغرب. وتأهلوا كأس العالم ديال قطر وصلنا نصف النهائي، زياش وصل نصف النهائي، هولندا ما وصلتش. المهم داك الدخول ديال زياش للمنتخب راه فتح بيبان كثيره بزاف د اللعابه اللي كانوا كيشوفوه النجم ديالهم، قدوه ديالهم، وبقاو يتمناو يجيو يلعبوا في المنتخب. هاد القصه هذه كان كلشي الاغلبيه عارفها. دابا جا المغرب، جاي يلعب في المغرب وفتح باب جديده، غادي يفتح باب جديده. يعني سبقوا المرابط بشهور قليله، ولكن اسطوره، لاعب كبير. يعني زياش خصكم تفهموا القيمه ديالو، لا الاعلاميه ولا الكرويه ولا الاخلاقيه ولا بزاف ديال والمبادئ ديالو داكشي. هذا لاعب كبير باش يجي البطوله الوطنيه والوداد والبطوله الوطنيه راه عطاها اشعاع كبير. والدليل بان جميع القنوات العالميه والصحف والمواقع تتكلم على البطوله دابا المغربيه وعلى الوداد البيضاوي وعلى زياش وبالسبه ديال زياش. المهم هو فتح الباب الاولى ديال اللعابه ديال المهجر يجيو للمنتخب،
وفتح الباب ديال البطوله كما وقع رونالدو النهار اللي مشى، للنصر السعودي، راه فتح الباب باش جاو نجوم اللي ما كانوش كيقولوا كيتسناو غير النجوم الكبار اللي في السن باش يلتحقوا بالبطوله السعوديه، ولكن حتى النجوم اللي باقي السن ديالهم صغير. وزياش راه داك الخطوه اللي دار رونالدو هو دارها زياش. وان شاء الله تكون البدايه ديال نشوفوا نجوم كبار كيلعبوا في البطوله المغربيه، خاص غير البطوله تكون في المستوى. المهم نرجعوا للنقطه ديال المنتخب. الفئه الكبيره اللي كتقول بغات زياش وانا معهم بطبيعه الحال. زياش عزيز عليا وكنبغيه وما عمري غادي ننسى داك المواقف ديالو ولا ننسى داك الشيء اللي عطى للمنتخب واللي عطى لبلادو والتضحيات ديالو. وكلشي عارف بان حتى داك البريمات اللي كيشد في المنتخب ما كياخذوش. شو مع داك الفئه الثانيه اللي كتقول لا زياش كبر، زياش ما كيلعبش، زياش فقد القيمه ديالو، فقد هذا فقد هذا. هادوك الناس انا ما عرفتش واش كيفهموا في الكره ولا والو، حتى التبريرات ديالهم واهيه ما عندهاش منطق. لوجيك اللاعب العادي نقولوا ايه راه مده ما لعبش هذا. زياش حاله خاصه. شتي اللي عنده في رجليه راه واخا يجلس مع سنين يعتزل، نهار يرجع يلعب غادي يلعب. زياش ملي شفنا رجع الوداد كنشوفوا الحصص ديال التدريبيه ديالو، وقبل ما يسني مع الوداد راه كان كيتريني وكينشر فيديوهات على الاخر، كنشوف اللياقه البدنيه ديالو مزيانه، كيتريني. نهار اللي خرجوا داك الفريق الروماني وقال لك لا راه عنده شي مشكل في الركبه، حتى هما مباشره دار فيديوهات ديالو هو كيتريني على القدم من بعيد وبالرجل اليسرى الساحره ديالو كيفاش كان كيسجل بها الاهداف في التدريب. كيقول لك التنافسيه ما تنافسيه. غادي نهضر على هذه النقطه ديال التنافسيه. ملي كتشوف الناس اللي كيدافعوا عليه كيقول لك خاصو يرجع لان كويري، والكويري كيبقى كوير كيف ما بغا يكون سواء لعب ولا ما لعبش. النقطه اللي كاينه غادي في هذه النقطه دي بالضبط كيعطيو امثله وكيجبدوا كيعطيو قصص ولا امثله ديال لعابه قدام او لا حاليين اللي ما كانوش كيلعبوا ولا مع الفروق ديالهم، والنهار اللي كيجيو المنتخب كيتالقوا. الاغلبيه مش عامل الحاله ديال بوصوفه مع روما، ما كانش عنده فريق وكيجي المنتخب وكيتالق. شي وحدين ذكروا داك اللاعب ديال الطاليان في كاس العالم ديال 82 اللي خرج من السجن ومشى دا هداف وتالق مع المنتخب ديال الطاليان. ولكن انا نذكركم بواحد الحاله اللي الاغلبيه ناسيها او لا ما عقلش عليها او لا مرت مرور الكرام، واللي خلاني ويل السبب ديال هذا اللاعب اللي غادي نهضر عليه هو اللي خلاني ندير الفيديو باش ندير هذه المقارنه هذه، لان شفت الناس كانوا كيعلقوا. كتبت انا هذه الملاحظه ولكن قلت من الاحسن نديرها فيديو. هذا اللاعب هو روجو ميلا. شكون اللي ما كيعرفش روجو ميلا اللاعب ديال المنتخب الكاميرون؟ في 94 كانت تأهلت في 90 تأهلت الكاميرون المونديال ديال ايطاليا في 90 كما قلنا. وفي ذاك الوقت كان روجو ميلا اعتزل لاعب دوليا واعتزل كاع الكره نهائيا. ولكن فاش تأهلوا عيطوا له قالوا ضروري ترجع وتمشي معنا للمونديال وداكشي، ورجع من الاعتزال ورجع في السن ديال 38 سنه ولعب في كاس العالم ديال ايطاليا وتألق وعقلنا المباراة الشهيرة ضد كولومبيا مع الحارس غيتا والرقصة الشهيرة في الزاوية ديال روجو ميلا، وتألق وسجل 4 الأهداف داك المونديال. ومباشرة بعد المونديال عاوتاني اعتزل صافي 38 سنة شارك في كاس العالم تألق اعتزل عاوتاني. عاد 4 سنين غادي تأهل الكاميرون كأس العالم ديال أمريكا 94. شكون كان كيدربهم؟ المدرب اللي درب المنتخب المغربي ديال 98 هو هنري ميشيل، هو اللي كان كيدرب المنتخب ديال الكاميرون. ورجعوا عيطوا روجو ميلا في السن ديال 42 سنه من بعد الاعتزال. تصوروا 42 سنه. واش كنقول لكم اللي كوير راه كوير، ومشى معهم كاس العالم ديال 94 وسجل في كاس العالم. يمكن ما كاينش شي لاعب افريقي سجل قدو في كاس العالم. المهم التوتال ديال الاهداف
5 الأهداف، رغم أنه راه شارك في المونديال ديال 82. تصور شارك في 82 وشارك في 94. هذه الحالة ديال الرجوم اللي الأغلبية يمكن ناسيها ولا ما عرفاش ولا ما تغافلوا عليها. ونجيو حنا لزياش اللي كيتريني وباقي صغير وعنده رجل ساحرة قوية وفكك الوحايل، اللي الإحصائيات اللي كتقول مؤخرا حتى الدورة العاشرة ديال إحصائيات كأس العالم، المباراة التاسعة، وكان هو رقم 1 في عدد المساهمين صانعي المحاولات، ورغم انه لعب يمكن ماتش ولا جوج شحال اللعابه الكبار في افريقيا ولا في المنتخب المغربي، وهذا وما كاينش اللي وصل العدد ديالو بالمساهمات ديالو اللي وصلت 9 وجوج ماتشات، وكاين اللي لعب 9 الماتشات و10 الماتشات وما وصلش للعدد ديالو. هنا كيعطينا المغرب فاسد هي انفراد مع الحارس ضد التاكناوتي اللي كان كيلعب معاهم العام اللي فات. المهم انا كنسجل وكنتفرج في اللقاء ديال الجيش الملكي مع المغرب فاسد. رجعوا الاحصائيه ديال زياش ملي كنلعبوا مع الفرق اللي كترجع للور. شفنا مؤخرا قبل ما اللقاء ديالو الاخير كيفاش كان كيفك الشفرات ديال هاد المنتخبات، التمييز ديالو سواء بالقذافات القويه ديالو من بعيد، سواء بالتمريرات ديالو، سواء بالضربات الاخطاء ديالو، كان كيوجدنا الحل. من نهار مشى لحد الان شحال من واحد لعب تما. المقابلات الاخيره وريوني شي واحد كيزعم ويتيري من برا 18، ما كاينش شي تمريرات حاسمه الرقم 9 المهاجمين، ما كاينش. كنغلبوا كنتصروا، ولكن ما عندناش داك العقل اللي كيخلق شيء من لا شيء، هو اللي في زياش. شحال جربنا شحال وبانت بلاصتو. اللي كانوا كينتقدوا لا اش دار في قطر، واش تبعتوا انا تبعت جميع الماتشات ديالو اللي في قطر، لانه كنت انا عزيز عليا زياش وما نساش داكشي اللي دار على بلادو. الماتشات ديالو اللي في قطر تفرجت فيهم كاملين. الناس اللي كينتقدوا كاين المشكله، كاين شي وحدين كينتقدوا وما كيتفرجوش، كينتقدوا غير كيسمعوا واحد كيعاود كيكرر بحال ما باغا، بحال القصه ديال الزاكي 20 عام بدون لقب. هذه 20 عام وما كيرددوها. من 2010 في السنه الزاكي مع الوداد واللي اللقب راه ديالو، لدابا مازال كيقول لك بدون لقب. علاش؟ لان كيتعاود واحد في عمره 20 عام ويقول لك انا 20 عام الزاكي ما داش لقب. باش عارف الكلام ديال القهاوي اللي كيسمع حاجه ويعاودها. بنادم تبع زياش فاش كان في قطر تبعت جميع الماتشات ديالو، كان كيموت على الكره، كيتقاتل، كيعطي مع من ما لقاش مع من كما كيقول كبور، كيعطي الكره. كنشوف كيعطي المهاجمين كره مع الشبكه خاويه وما كيماركيوش، ما كيسجلوش. كيفاش غتكون المعنويه ديال هاد اللاعب؟ 100% ما غاديش يعطي داك الجهد داك الامكانيات ديالو لان ما عندوش مع من. ملي كيكون في المنتخب مع صحابو كيتالق. ملي كيكون في تشيلسي راه غير الاصابات هي اللي حطماتو وزيد على داك توخيل. شكون اللي جابو لامبارد. النهار اللي جا كان متالق، التمريرات الحاسمه، احسن لاعب في المقابله مع شحال من ماتش دا، حتى النهار اللي تضرب مع الرجوع ديالو كانوا غيروا المدرب وجابوا توخيل، والقصه راكم عارفينها. اللاعب مظلوم، اللاعب ما عندوش الزهر مع الناس ومع الاصابات، رغم انه النجم كان خص يكون القيمه ديالو اكبر مما هي كاينه. على كل حال الا جيت نهضر في هذا الموضوع غادي نطول بزاف. زياش انا في النظر ديالي كيستحق المنتخب لان بلاصتو باقا كاينه وباقي حتى شي واحد ما يقدر يعوضها. لا دياز ولا اخوماش ولا الزلزولي يديروا اللي داروا، ما كاينش بلاصتو. كنا بغينا ابراهيم دياز يجي المنتخب، هو جا شنو قدم؟ سجل دار، ولكن مؤخرا شنو فين هما الحلول؟ بغينا اللعاب اللي لقينا الحلول فاش كتسد جميع البيبان، لا الخطط المدرب كتنفع ولا الاختراق كينفع ولا حتى شي حاجه. كان زياش كيفكرونا في ايامات باصير كنا كنطلقوا عليه فكاك الوحيد، وكان واحد قبل من باصير ولعب مع باصير حتى هو في ماتشات قليل في المنتخب مع باصير، ماشي هو رشيد الداودي.
رشيد الداودي كنا حتى هو كان فكاك الوحيد، لا الوداد ولا المنتخب ولا جميع الفرق اللي لما الفيديوهات راه في اليوتيوب كيأكدوا هادشي. لعل المباراة الشهيرة ديال نهاية كأس العالم مع الكوكب المركشي خير دليل. وبزاف بزاف بزاف إلا جيت نهضر في هاد الموضوع راه منساليش. أنا هاد الثلاثة هما اللي كنعقل عليهم مزيان، الداودي وباصير وزياش. هاد الثلاثة كانوا كيفكوا ليك الماتش، كانوا كيلقاو الحلول من لا حل. ملي كتقول المباراة بسالات كيخرج لك الداودي بشي صاروخ ولا شي تمريره، لأن الداودي كان كيتميز من غير القذافات ديالو حتى بالذكاء ديالو في اللعب السهل الممتنع والتمريرات الحاسمة. كذلك باصير وسط المدافعين ما كيحسوا به حتى كيلقاو دخل الكرة في الشبكة على سمو اللاعب الزئبقي. كذلك زياش الساحر زياش، الأهداف ديالو بوحدها، طريقة اللعب ديالو بوحدو ما كاينش ما الشبيه ديالو راه ما كاينش نهائيا. نتمناو كيف هو اختار المغرب حتى حنا نوقفوا معاه في هذا الوقت اللي هو محتاج فينا، نوقفوا معاه نساندوه يرجع للمنتخب، لأن المنتخب محتاج ليه وحتى هو محتاج المنتخب. جا لبلادو سمح في العروض الأوروبية والخليجية وجا للمغرب، وشحال من واحد كيعلق على هذه النقطة ما لقاش الفريقي. هذا هو اللي كنسميه الهضرة ديال الزناقي ولا الهضرة ديال القاوي، كيسمع هضرة وكيجي. وحنا شفنا فروق اللي هضروا عليها بأنها بغاتو، خرجوا الناس المسؤولين في ذاك الفرق وكانوا يأكدوا بأن كاين مشاورات وكاين محادثات. على كل حال يمكن طولت في الفيديو، لكن هي ديال الحقيقة. تذكروا اللعابة اللي كانوا في رجليهم النهار اللي رجعوا واخا معتزلين تألقوا، ماشي تقول لي على زياش اللي باقي كيترين وباقي صغير وباقي اللياقة ديالو وباقي اللمسات ديالو عنده، ويجيو جواني يقول لك لا بلاصتو ما كايناش في المنتخب. بلاصتو كاينة و100% كاينة. وتبارك الله عليكم، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.